فوجئت ان انا لقيت في شنطه شكلها نظيف كده، مش شكل مثلا بتاع الدنجره او حد من المتشردين مثلا سايبها او راميها. رحت وخدتها ووقفت في مكان في حوالي ما يقرب من نص ساعه عشان اشوف مين صاحبها مثلا او كده. لقيت ما لقيتش حد جه خالص. رنيت على بدور فيها في الحقيبه من بره، لقيت رقم بتاع تليفون. اللي قدامك في الصورة ده مواطن مصري مغترب هنا في إيطاليا وبالتحديد في مدينة ميلانو. أمانة المواطن المصري ده أذهلت الإيطاليين عموما، اللي عملوا حاجة بسيطة جدا بس كانت عندهم حاجة كبيرة قوي قوي قوي. تخيل بالحاجة البسيطة اللي عملها المواطن المصري ده غير فكر بعض الإيطاليين عن الإسلام والمسلمين، لدرجة إن صحف إيطاليا كلها اتكلمت عن الشخص ده بسبب الحاجة البسيطة اللي هو عملها. تعالى كده اما احكي لك الحكاية، وفي اخر الفيديو هسمعك الفيديو بتاع المواطن ده وهو بيحكي عن اللي حصل. فصل كده على سيدنا النبي وما يفوتكش الفيديو ده واسمع يا سيدي. اللي قدامك في الصورة ده مواطن مصري مغترب في إيطاليا اسمه أحمد كمال. أحمد كمال شغال هنا مهندس في شركة هندسة في مدينة ميلانو. في يوم وهو رايح الشغل بتاعه بيبص كده على جنب الطريق لقى شنطة شكلها شيك جدا. أحمد كمال بيقول أنا أول ما شفت الشنطة ديت قلت أكيد الشنطة ديت كده مش شنطة بتاع أي حد ماشي في الشارع وسابها، أكيد الشنطة دي كده شنطة ثمينة لأن كان شكلها شيك وغالي جدا. المهم بيقول رحت أشوف الشنطة دي وزادني الفضول عشان افتح اشوف الشنطه ديت فيها ايه. افتح الشنطه الاقي فيها لابتوب غالي جدا وكاميرا غاليه جدا وبعض المقتنيات غاليه قوي. قلت اكيد الشنطه ديت واقعه من حد، مش معقول حد رماها كده وسابها. المهم ببص لقيت رقم تليفون موجود في الشنطه. قعدت اتصل بصاحب الشنطه اكتر من 3 مرات وصاحب الشنطه ما بيردش عليا. المهم اعمل ايه؟ اسيب الشنطه مكانها؟ اكيد بتاع واحد. المهم عشان انا بقى ما اتاخرش عن الشغل بتاعي خدت الشنطه دي معايا ورحت الشغل، عشان هناك وانا في الشغل برضه لسه شغلان ولسه مشغول بالشنطه وبصاحبها، عايز اديها له عشان الحاجات ديت اكيد حاجات مهمه وتهمه قوي. المهم بحاول كده في المره الاخيره لقيت صاحب الشنطه رد عليا. قلت له انا فلان ولقيت الشنطه بتاعتك دي، عشان ما كانش مصدق نفسه. بيقول بجد انت لقيت الشنطه؟ قعد ساكت يجي دقيقه كده على ما اتكلم. قلت له ايوه لقيت الشنطه، وقعدت احاول ارن عليك اكتر من 4 مرات وانت ما بتردش. عشان صاحب الشنطه بيقول له معلش انا كنت في مركز الشرطه واقف في طابور كبير عشان اعمل محضر ان الشنطه وقعت، كنت راكب الدراجه الناريه بتاعتي ورايح الشغل بتاعي والشنطه وقعت من غير ما اخد بالي. رحت الشرطه عشان احمل محضر وما عرفتش ارد على اللي بيرن. انت فين وعنوانك فين وانا اجيلك؟ احمد كمال بيقول قلت له على العنوان بتاع الشغل وفعلا لقيته راكب الدراجه الناريه بتاعته وجاي للشغل، وما كانش مصدق نفسه ان الشنطه لسه فيها الحاجه زي ما هي، عشان يقول لي ده انت النهارده كده انقذت حياتي، ده انت رديت روح، ده الحاجات ديت فيها حاجات مهمه. عشان صاحب الشنطه ده يبقى صحفي كبير هنا في ايطاليا، صحفي كبير، وان اللابتوب ده متخزن عليه شغله كله والكاميرا برضه متخزن عليها حاجات كتير تبع شغله، عشان ما كانش عارف يشكره ازاي. عشان اول حاجه يعملها الصحفي الايطالي ده يحط ايده في جيبه عشان يديله فلوس. هنا احمد كمال رفض ان هو ياخد فلوس، قال له لا لا انا مش هاخد فلوس. قال له ازاي؟ ده حقك انك انت تاخد فلوس عشان لقيت الحاجه دي. قال له لا ده حق دين عليا ان انا ارجع لك حاجتك كده. قال له ده انت غيرت النهارده فكرتي عن العرب والمسلمين عموما، كانوا بيصدروا لنا صوره عن المسلمين غير الصوره الحقيقيه اللي انا شايفها قدام عيني دلوقتي. لما احمد رفض ان هو ياخد الفلوس خلى الصحفي كده في حاله ذهول عموما، واحمد رفض تماما ان هو ياخد اي فلوس مقابل ان هو رد له الشنطه دي. المهم احمد بيقول خلاص الراجل الصحفي ده خد شنطته واتكل، وانا بدات اعمل شغلي عشان يعدي اسبوع واحد بس، اسبوع واحد وابص الاقي اسمي مليان في معظم الصحف الايطاليه، والقصه بتاعت الشنطه موجوده، وان الراجل الصحفي ده بيشكر فيا وبيشكر في امانه المسلمين وامانه العرب، وبيقول كمان ان الراجل المصري المسلم ده غير فكرتي عن الاسلام وعن المسلمين. ومش بس كده، ده انا لقيته كمان منزل اسمي في معظم صفحات ايطاليا بتاع التواصل الاجتماعي، وكل الكلام اللي بيقوله بيشكر فيا وبيشكر في المسلمين وبيشكر في اخلاق العرب واخلاق المسلمين. متهيألي مفيش جمال احسن من كده، متهيألي مفيش جمال لما الحاجه البسيطه اللي هي بالنسبه لنا احنا كمسلمين وهي الامانه ان احنا نعملها في دول تانية بتبقى عندهم حاجه كبيره جدا. ما تيجي كده نسمع الفيديو بتاع احمد وهو بيحكي الواقعه ونرجع نكمل مع بعض. فوجئت ان انا لقيت في شنطه شكلها نظيف كده، مش شكل مثلا بتاع الدنجره او حد من المتشردين مثلا سايبها او راميها. رحت وخدتها ووقفت في مكان في حوالي ما يقرب من نص ساعه عشان اشوف مين صاحبها مثلا او كده.
لقيت ما لقيتش حد جه خالص. رنيت على بدور فيها في الحقيبه من بره، لقيت رقم بتاع تليفون وعنوان. رنيت عليه كذا مره فما ردش. فالمهم انا خدت الليل ده عشان ما اتاخرش على شغلي، خدت الشنطه ونزلت فيها موقع الشغل، ولازم افتحها عشان اشوف فيها ايه. طبعا لقيت فيها لابتوب غالي جدا، ولقيت فيها كاميرا وساعه وحاجات قريبه جدا يعني. اتصلت عليه مره واثنين وثلاثه فما ردش. بعدها حوالي على الساعه، بعدها حوالي ساعتين ثلاثه كده اتصلت بيه تاني فرد عليا. فبقول له لو سمحت انت في شنطه كده تحتك وقع منك. لقيته بيعيط في التليفون، جت جورناليستا يعني شغال صحفي. فكل حاجته على الكمبيوتر ده، انت بيطلع فلوس من جيبه اتفضل. قلت له لا انا مش هاخد فلوس خالص خالص، يعني انا مسلم، فيعني انا بعمل كده، يعني اسلامي قال اعمل كده. قال لي مش معقول، انا كناش واخدين فكره عن المسلمين كده وعن العرب، وبجد انت غيرت فكرتي خالص عنهم، انا كنت باخد فكره ثانيه خالص عنهم. قلت له لا يعني قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي احمد كمال. قال لي انا هستنيك صوته كمال، يعني الشيخ كمال يعني عاديه يعني اي حد يعني. قال لي لا انت 4% فيتا، يعني انت رديت لي روحي من جديد، انت رجعت لي حياتي من جديد. قلت له لا مفيش حاجه، خد بعضه ومشي حضرتك. بعدها بحوالي اسبوع لقيته باعت لي امشيت، يعني هو بيطلب طلب صداقه على الفيسبوك. ان هم قبلت طلب الصداقه، فوجئت ان هو مش عايز اقول لحضرتك يعني قالب الدنيا كلها مواقع التواصل الاجتماعي، وعامل لي ماتشات في الجورنال الايطالي وفي الجروبات الايطاليه. ربنا يبارك فيك يا احمد ويبارك في كل امثالك، ربنا يبارك فيك عشان اللي زيك بيوصلوا صوره لينا، صوره كويسه جدا في بلاد اوروبا. عايز اقول لك لما تكون في بلد غير بلدك، بالدين بدين غير دينك، لازم تكون انت حاطط في دماغك ان انت في البلد دي بتكون سفير لدينك ولبلدك، فلازم توصل لهم احسن واجمل صوره عن بلدك وعن دينك. يا ريت كلنا نعمل شير ولايك للفيديو ده عشان كلنا ندعي لاحمد دعوه كويسه جزاء اللي عمله، وكمان نوصل رساله مهمه جدا، ان الامانه شيء عظيم جدا جدا جدا، ويبقى مثل وقدوه يقتدى به. تحيه لاحمد والكل اللي زي احمد، واشوفك في فيديو جديد.